السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، معاكم مستر موسى. هنحل معاكم النهاردة امتحان الشرقية. الامتحان كان لذيذ جدا وفي جزئيات للناس الشطار وده كويس جدا يعني. تعالى كده، أول واحدة إقليم مناخي جبلي، بعد كده سلالة بشرية عندك اللي هي المغولية، لو عايز تكتب بين قوسين الإسكيمو، بعد كده منطقة تركز سكاني، سهول فيضية اللي هي سهول نهر الجانج في الهند. نمرة 4 دولة ذات دخل اقتصادي فوق المتوسط اللي هي تركيا في آسيا. نمرة ب الجنوب الشرقي لاستراليا أكثر عرضة لمخاطر المناخ من جنوبها الغربي، لأن جنوبها الشرقي ضمن إقليم الصيني الممطر طوال العام والذي يتعرض لعواصف التيفون، أما جنوبها الغربي ضمن إقليم البحر المتوسط المعتدل. نمرة 2 يتركز سكان قارة أمريكا الجنوبية على أطراف القارة. ليه؟ بسبب طبعا أمريكا الجنوبية على أطراف القارة بسبب إيه؟ بسبب السهول الساحلية المعتدلة ووجود السهول الفيضية كمان، وكمان اللي هو وجود المدن الإيه؟ الكبرى. وجود المدن الإيه؟ الكبرى، بس بلاش السهول الفيضية دي، مش عارف مين اللي كان كاتبها بس مش لها لازمة هي السهول الفيضية. نمرة 3 انخفاض معدل الزيادة الطبيعية للسكان في قارة أمريكا الشمالية بسبب انخفاض معدل المواليد ومعدل الوفيات. نمرة ج في السؤال الأول اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ مع التصويب. أول واحدة يعتبر المحيط الهندي حد طبيعي لأكبر قارات العالم اللي هي آسيا وأصغرها مساحة اللي هي أستراليا، وده صح. نمرة 2 تدخل هضبة البحيرات الاستوائية ضمن حدود نهر النيل، ده صح طبعا. نمرة 3 ينتمي معظم سكان حوض نهر الكونغو إلى السلالة القوقازية، غلط، إلى السلالة الزنجية. بعد كده ويرجع تركز سكان المكسيك بالمدن الرئيسية لاعتدال المناخ، غلط. في المدن يوجد في المدن الكبرى، حيث المدن الكبرى حيث مدينة مكسيكو. طب رتب، وده السؤال هو اللي فيه فكرة شوية واللي هو يعني مفيش جزم في الإجابة بتاعته، ربنا يسهل يعني، بس بالترتيب كده من الأقل سكانا هيبقى النوردية الشمالية، بعد كده الحوض البحر المتوسط اللي بينتمي لها جنوب أوروبا، بعد كده المجموعة القلبية، دي أكبرهم تقريبا يعني. السؤال الثاني معظم الدول التي لها نفوذ ومصالح في قارة أنتاركتيكا في نصف الكرة الأرضية الإيه؟ الشمالي. اختار السؤال الثاني نمرة 1 الشمالي. تمتد أعلى الظاهرات التضاريسية بقارات العالم الجديد المأهولة بالسكان على طول السهول الساحلية للمحيط الإيه؟ الهادي. نمرة 3 انصهرت السلالات واختلطت الصفات الطبيعية التي تميز كل سلالة عن الأخرى. خالف هذه المقولة سكان جبال الإنديز اللي هم السلالات اللي هم الهنود الحمر اللي هم السلالة المغولية. جبال الإنديز يتركز السكان في معظم الدول الجزرية بقارة آسيا نتيجة إيه؟ خصوبة التربة. بعد كده نمرة ب في السؤال الثاني اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات. أول واحدة إحدى قارات العالم الجديد تقع إلى الجنوب من المحيط القطبي الشمالي، إلى الجنوب من المحيط القطبي الشمالي، طبعا دي أمريكا الشمالية. بعد كده غابات تتميز بكثافة أشجارها وتشابكها، دي الغابات الاستوائية. دولة ذات رعاية طبية منخفضة، نيبال. ج ما العلاقة بين النبات الطبيعي في شمال اليابان والمناخ؟ طبعا بسبب وقوع شمال اليابان ضمن إقليم اللورنسي فينمو بها الغابات المخروطية والهم أشجارها الصنوبر والشربين. ارتفاع معدل الوفيات بقارة أوروبا وتقدم القارة في الخدمات الصحية. طبعا ارتفاع الخدمات الصحية والتعليمية أدى إلى زيادة عدد كبار السن، وزيادة عدد كبار السن أدى إلى زيادة الوفيات، وهي أكبر قارة في معدل الوفيات 11 في الألف. نمرة د السهول الفيضية في شمال قارة أمريكا الشمالية من حيث الأهمية الاقتصادية. الأهمية الاقتصادية هي في الشمال معدومة الأهمية الاقتصادية بسبب تجمدها لأنها متجمدة، أما في الجنوب مرتفعة الكثافة السكانية وهي لها فائدة كبيرة حيث توجد فيها الزراعة، توجد فيها الإيه؟ الزراعة تتميز بخصوبة التربة. بس وكده، ما تكتبش ولا أنهار ولا كلام الفارغ ده. بعد كده التاريخ صوب نتيجة مقاومة الباسلة، هنشيل أبناء الإسكندرية ونكتب أهل الصعيد. سيطر محمد علي سيطرة كاملة على الاقتصاد المصري باتباع نظام الإيه؟ الاحتكار. لعب الجانب الإنساني دورا كبيرا في حملة الإسماعيلية البحرية في الأقاليم الاستوائية اللي هي وسط أفريقيا وجنوبها. أصبحت السلطة الفعلية في يد المعتمد البريطاني، شيل خديوي ويكتب. تم إهدار سلطة الأمة وحقوقها في دستور 30 اللي وضعه إسماعيل صدقي. ما الآثار الناتجة على منح سعيد باشا عقد امتياز؟ أولا دي في ناس كتير كتبوها بطريقة غلط استعجال يعني منهم. الامتياز الأول نتج عنه إيه؟ إنشاء شركة عامة لحفر قناة السويس واستثمارها لمدة 99 سنة.
كفاح مصطفى كامل ضد الاحتلال البريطاني. ما الآثار الناتجة؟ الآثار الناتجة عنه عزل اللورد كرومر. تعريف الرأي العام الدولي بأهمية حصول مصر على استقلالها، ديت أهم حاجة. وطبعا غير إن هو نادى برفض اتفاقية الحكم الثنائي، بس أنا بتكلم على الآثار اللي حصل بالظبط يعني. بعد كده ج. أيد بالأدلة التاريخية صحة العبارات الآتية. كانت التحالفات الدولية عامل في اتجاه نابليون بونابرت. طبعا التحالفات الدولية اللي هي تحالف روسيا والدولة العثمانية وإنجلترا، إرسال حملتين، حملة عن طريق الشام، حملة منهم عن طريق الشام، فأدت إلى ذهاب نابليون في حملة على الشام للقضاء على الجيش العثماني قبل أن يصل للقاهرة بسبب التحالفات دي. نمرة 3. تعددت العوامل الداخلية اللي أدت إلى فشل الثورة. عايز العوامل الداخلية بس، هتقول له طبعا خيانة ديليسيبس دي داخلية على فكرة. نمرة 2. عدم إدراك الرابع أهمية التعبئة الشعبية. نمرة 3. ميول بعض العناصر في الجيش المصري إلى بريطانيا وإلى الخديوي. دي أهم حاجة. ماشي. بعد كده ماذا كان يحدث إذا كانت الزعامة الشعبية متحدة لم يستطيع محمد علي الانقضاض عليها وعزل عمر مكرم ونفي دمياط سنة 1809، ولن يستطيع السيطرة على مصر سيطرة كاملة بهذا الشكل اللي هو كان فيه. السؤال الرابع. نجح كل من السلطان العثماني سليم الأول ومحمد علي في الاستيلاء على بلاد الشام. اتصل نابليون بونابرت بطبقة الأعيان عن طريق إيه؟ عضوية الدواوين. هو كان عايز يعرف دماغهم فيها إيه أصلا من خلال عضوية الدواوين دي. نمرة 3. دخل محمد علي اسكندرية منتصرا نتيجة هزيمة فريزر في رشيد والحماد. نمرة 4. اختلف الخديوي اسماعيل عن سعيد باشا في الاهتمام به النهضة التعليمية. دوكا لغى وزارة التعليم، وده طبعا توسع في المدارس حتى علم البنات كمان. اضطهد عثمان في نظر الجديد في عهد الخليفة توفيق الضباط المصريين وعدم تسجيلاتهم. ديت يتناقض مع الإصلاحات اللي عمل بها سعيد باشا، اللي هو جعل مدة الخدمة العسكرية سنة وفتح باب الترقى عن الضباط المصريين. بعد كده استنتج الأسباب اللي أدت إلى تطلع بقوات المماليك بسبب ضعف الدولة العثمانية سياسيا. ما تقعدش بقى تكتب وعمل مش عارف تحالف مع ظهر العمر والكلام الفارغ ده، هو ضعفها سياسيا وهي وحملت في داخلها عوامل ضعفها بس وخلاص. إنشاء محمد علي المطبعة العملية لطبع كتب المدارس والكتب الفنية والأدبية وإصدار صحيفة الوقائع. صندوق الدين أخطر صور التدخل لأنه أصبح من مثابة خزانة فرعية للخزانة المصرية ويتولى إدارته مندوبين أجانب تنتدبهم الدول الدائنة. نمرة 4. إرسال الحكومة البريطانية لجنة ميرنر. ليه؟ لإقناع المصريين بقبول الحماية البريطانية. آخر واحدة ما رأيك، ودي رأيك في ناس برضو اتكلمت فيها كتير، بس المرة دي هي الاتجاه لازم واحد بس، كله زي بعضه، لازم تقول وافق. ليه؟ لأنه كان بيجنب مصر ويلات الحروب. وافق على سياسته لأنها كانت سياسة تهدف إلى تجنب مصر ويلات الحروب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.